إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا زلنا معكم في تلك المشاهد العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يمر به العباد يوم المعاد. ومن تلك المشاهد العظيمة التي ينطلق الناس بعدها إما إلى الجنة وإما إلى النار، هو ما ذكر الله عز وجل وذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مرور العباد على الصراط. الصراط يا عباد الله ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكر نوعين من الصراط، ذكر صراطا معنويا وذكر صراطا حسيا. والصراط هو الطريق، في اللغة هو الطريق، وأما الصراط المستقيم فهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الصراط الحسي الصراط المعنوي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه هو دين الإسلام. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المعنوي. وأما الصراط الحسي فهو الجسر الممدود على جهنم الذي يمر عليه المؤمنون حتى يصلوا إلى الجنة. هذا هو الصراط الحسي. وجاء في بعضها الجسر الممدود على متن جهنم، وذكر الممدود على متن لا تصح في الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا أي الإسلام ثبت على الصراط الحسي في الدار الآخرة، ومن لم يثبت على هذا الصراط فلن يثبت على ذلك الصراط. وقد ذكر الله عز وجل الصراط الحسي في كتابه الكريم عند جماعة من أهل العلم على تفسير الآية بذلك في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد فسر كثير من أهل العلم منهم عبد الله بن مسعود وقتادة بن دعامة وزيد بن أسلم وجماعة من السلف أن المراد بالمرور في هذه الآية أو الورود في هذه الآية هو المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولقد ثبت في الأحاديث الصحاح في وصف ذلك الصراط أدلة
ومنها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أنه أدق من الشعر أو الشعرة وأحد من السيف. جاء عن أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم بلاغا، ورواه الآجري والحاكم عن سلمان موقوفا، ورواه أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، رواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود موقوفا وصححه الألباني. هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. ولهذا الوصف الذي أجمع عليه أهل العلم لم تقبله قلوب أو عقول أهل البدع، فأنكرته بعض المعتزلة وقالوا هذا ليس بصحيح، وما جاء في الأدلة فمجاز. وقال آخرون بل هو ثابت لكن ليس أدق من الشعرة ولا أحد من السيف، لأنهم يعرضون الأدلة على عقولهم، فما قبلتها عقولهم قبلوها، وما رفضتها عقولهم رفضوها. وأما أهل الإيمان فمدار إيمانهم على التسليم والقبول بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليم، وعليه قال شوكة مفلطحة عقيفاء عليها مثل شوك السعدان. وشوك السعدان قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون ببلاد نجد يعرفها من ذهب إلى تلك البلاد. هكذا وصف الصراط: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليم وشوكة مفلطحة عقيفاء كأنها شوك السعدان أو مثل شوك السعدان. فيا أيها الناس، تصوروا هذا الصراط يمر عليه الخلائق أجمعون بحسب أعمالهم، يمرون على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنبتيه حسك وشوك كشوك السعدان، والناس يمرون عليه وهو مدحضة مزلة. فالمسلم من سلمه الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر يهمل. أما مرور الناس على الصراط فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ويضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيمر المؤمنون كطرف العين. قال: فيمر المؤمنون كطرف العين ولمح البصر. قال: وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وكركاب الإبل. فمنهم مسلم ناج ومنهم مخدوش مرسل ومنهم مكدوس في نار جهنم. كل هذا المرور على حسب أعمالهم. وانظر إلى أول الحديث: يمر المؤمنون، ومعناه أن الكافرين لا يمرون على الصراط بل يخرون جثيا في نار جهنم، وإنما أهل الإيمان يمرون على حسب أعمالهم. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير أي في سرعته، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل. وجاء من حديث حذيفة وأبي هريرة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تجري بهم أعمالهم، أي الذين يمرون على الصراط تجري بهم أعمالهم، فمسلم ناج ومكردس في نار جهنم. قال: فيؤتى بالرجل يجري جريا، ويؤتى بالرجل يزحف زحفا، ويجتى بالرجل يسحب سحبا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك على حسب الأعمال. من الذي يضمن لنفسه ألا يسقط من على ذلك الصراط الذي هو مدحضة مزلة
تحته نار جهنم ممدود على نار جهنم يوصل الناجين إلى الجنة. أول من يمر على هذا الصراط وينجو نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شاء الله عز وجل من هذه الأمة. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وغيره أنه قال: وأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يمر على الصراط، وهكذا من شاء الله من أهل الإيمان من هذه الأمة إكراما من الله عز وجل لها، فهم أول من يمرون على الصراط. وقد جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ونبيكم إلى جانب الصراط وهو يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. لا زال في ذلك الموطن وهو يدعو لأمته بالنجاة وبالسلامة عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، وقت الصراط حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس؟ قال: على الصراط. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أين يكون الناس يومئذ؟ قال: في الظلمة دون الجسر. عند أن تبدل هذه السماوات وتبدل هذه الأراضين، في ذلك الوقت المؤمنون يمرون على الصراط إلى الجنة. في ذلك المشهد عند أن تتغير السماوات والأرض قال: في الظلمة دون الجسر. وهناك من يحبس على الصراط، هناك من يحبس على الصراط بسبب أعماله التي وقع فيها. فقد روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث معاوية الجهني، معاوية ابن أنس الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله عز وجل له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه يريد بذلك شينة حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ومن قال في مؤمن شيئا يريد شينة أو ما ليس فيه يريد شينة يريد بذلك شينة حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، الموت يذبح على الصراط. جاء في الصحيح عن أبي هريرة وابن عمر وآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة. في رواية ابن ماجه وصححها الألباني قال: فيوضع على الصراط. يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح يوم القيامة فيوضع على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة. قال: فيشرئبون وينظرون، فيقولون: أتدرون من هذا؟ وفي رواية: من هذا؟ فيقولون: نعم، هو الموت. وفي رواية ابن ماجه قال: فيطلعون فزعين خائفين يخافون أن يخرجوا من مكانهم،
ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هو الموت. وفي رواية قال فيطلعون ويستبشرون فرحين أن يخرجوا من أماكنهم. قال ثم يؤخذ بالموت فيؤمر به فيذبح على الصراط، يذبح على الصراط، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الحديث في الصحيحين والزيادات عند ابن ماجه. فالموت يذبح على الصراط حين يعلم أهل الجنة مصيرهم ويعلم أهل النار مصيرهم، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كما أخبر الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم لا يفتنون. يا أيها الناس على الصراط كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا مروا على ذلك الصراط ونجى الله عز وجل من نجى منهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نجى الله عز وجل أهل الإيمان من النار فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، وهذا بعد الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال أهل العلم هذا القصاص بعد الحساب الذي تقدم إنما هو لما يبقى في النفوس، فقد يأخذ العبد مظلمته في عرصات القيامة، ولكن ربما يبقى في قلبه شيء على أخيه فيذهب ذلك كله على تلك القنطرة. قال حتى فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قال يعرفون منازلهم كما أنهم يخرجون من صلاة الجمعة يتفرقون إلى منازلهم وقد عرفوها، وهكذا بعد تلك القنطرة. فوالذي نفس محمد بيده إلى أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. تلك القنطرة قال بعض أهل العلم هي من تتمة الصراط، وقال بعضهم بل هي صراط جديد، وليس في الكتاب والسنة بيان عنها أهي صراط جديد أي أم هي من تتمة الصراط. وإنما الذي يعنينا كما قال بعض أهل العلم أن نؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل للعباد عليها، وهو القصاص لما في النفوس والقلوب، فتحصل التهذبة فيحصل التهذيب وتحصل التنقية لأهل الجنة فيدخلون الجنة وهم على قلب رجل واحد. يا أيها الناس ما أعظم هذه المواقف وما أشد هذه المواقف. من الذي يضمن لنفسه أن ينجو من على هذا الصراط وأن يمر عليه سالما وأن يصل إلى القنطرة وأن يقال له يا أهل الجنة خلود فلا موت؟ فالله الله عباد الله بالتزود اليوم المعاد وبالإقبال على الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينجينا وإياكم من تلك الكرم، وأن يسلم